لو معاك تليفون ايفون ونسيت الباسورد بتاعه، خليك تقدر تفتحه بكل سهوله وبنفسك من غير ما تروح لاي محل موبايلات ومن غير مساعده اي حد. تابع معايا الشرح وانت هتفهم كل حاجه. اول حاجه يا صديقي، معاك تليفونك الايفون زي كده ونسيت الباسورد بتاعه، مش عارف تفتحه. طب هتعمل ايه؟ انت طبعا مش عارف الباسورد خالص وعمال تدخله اكتر من مره. هتقعد تدخله مرات كتير وفي الاخر هيديك عدد ساعات لا نهائيه ومش هيفتح معاك خالص. يبقى احنا كده مش هنستفاد حاجه. طب هنعمل ايه يا هندسه؟ بص يا معلم، انت اول حاجه هتطفي تليفونك خالص. لازم يكون عندك لابتوب، تمام؟ وبعدين بتنزل عليه برنامج 3 تولز، ده البرنامج المخصص ويعتبر اسهل برنامج انك تنزل من عليه سوفت وير لاي تليفون ايفون، وانك تفرمت الجهاز بيه وتعمل ابديت من عليه وكل حاجه انت بتحتاجها. بعد ما بتعمل داونلود لبرنامج 3 تولز ده، تك على الزرار اللي بيعلي وبعدين تضغط على الزرار اللي بيطفي وبعدين تضغط على الباور ضغطه طويله. بتوصل بقى الجهاز مع ضغطه الباور مع الكمبيوتر مع برنامج 3 تولز. هتلاقي الجهاز جاب لك علامه الكمبيوتر على شاشه الموبايل وفيها كابل داخل من تحت. كده الجهاز مستعد ان هو يقبل اي سوفت وير او اي ابديت للجهاز انت ناوي تنزله له، تمام كده؟ وبعد كده يا صديقي بتوصل الجهاز، وبعد ما بتوصله بتنزل نسخه السوفت وير المتوافقه ليه. وفي الحته دي لازم تخلي بالك قوي، انك انت لو نزلت نسخه سوفت وير اقل من اللي على التليفون هتعمل لك مشاكل. يبقى لازم تدور على نسخه سوفت وير تكون اعلى من اللي على التليفون، اصدار احدث مش اصدار اقل. يعني لو التليفون مثلا عليه 17.1 يبقى انت هتنزل 17.2، عليه 18.1 يبقى انت هتنزل اخر نسخه. وعامه يعني الابلكيشن نفسه بيبقى محدد لك النسخه المفروض انت هتنزلها، انت بس ما عليك الا انك بتضغط تحميل. وبعد بقى يا صديقي ما بتنزل النسخه دي بتبقى ممكن 1 جيجا 2 جيجا 3 جيجا على حسب الاصدار بتاع الجهاز بتاعك وعلى حسب نوع التليفون. تك موافق، بس بيبقى مديك 3 خيارات تحت او 4 خيارات. انت بتختار اللي هو ايه؟ الحفاظ على معلومات العميل، تمام كده؟ ده في حاله انك عايز المعلومات بتاعتك. بيفتح التليفون معاك، لو ما قدرتش تفتحه بالباسورد في الحاله دي هيضطر انك تدخل الاي كلاود ويفتح برده معاك. بس لو انت مش فاكر الباسورد الاي كلاود كمان يبقى هتضطر تعمل له سوفت وير كامل. بس كده بنحتاج نعمل له حاجه اسمها بي باس او تخطي. دي بقى عايزه شرح تاني في فيديو تاني هبقى اشرحها لك ازاي تعمل الموضوع ده. بس خلينا في موضوع السوفت وير الاول اللي انت بتعمله لتليفونك. فانت يا صديقي لما بتوصل التليفون بالكابل وتدي له نسخه كامله، حاجات لازم تخلي بالك منها. اول حاجه انك ما تهزش الكابل وهو على التليفون. التليفون يكون مشحون فوق ال 50%. اللابتوب او الكمبيوتر او الجهاز اللي انت بتديله يكون برضه متوصل بالشاحن او البطاريه مشحونه، ان هو ما ينفعش يفصل على الشاحن، لان لو فصل هيدخلك في مشاكل ثانيه. بعد ما بيخلص ممكن بياخد له تقريبا في حدود 5 دقائق 10 دقائق في الحدود دي كده تقريبا. وبعد كده بتبص تلاقي يقول لك كونجراتوليشن وخلاص تمت عمليه الفلاش بنجاح والسوفت وير نزل على تليفونك من غير اي مشكله. بعد ما خلصت الجهاز هيطلب منك ياكتف كل حاجه من جديد. لازم بقى صديقي في المرحله دي تكون عارف الاي كلاود والباسورد، لان لو مش عارف الاي كلاود بتخش في حسابات ثانيه. طبيعي ان اي حد معاه الايفون بتاعه بيبقى محتفظ بالاي كلاود وبيبقى عارفه. ولو ناسي الاي كلاود تقدر تدخل رقم التليفون، هيبعتوا لك على رقم التليفون بتاعك الاي كلاود والباسورد وهيبعتوا لك كل حاجه ويفتحوا لك برده التليفون. كده يا معلم انت هتقدر تفتح التليفون بايدك ومن البيت، ومش هتحتاج لاي فني صيانه ولا اي حد يساعدك. تمشي على الخطوات زي ما انا شرحها لك واحده واحده، هتبص تلاقي الموضوع ابسط مما تتخيل، وهتقدر تفتح تليفونك وتعمل له سوفت وير بنفسك او تعمل له ضبط مصنع او تعمل له ابديت. وخلي بالك نفس الشرح ده انت تقدر تعمل ابديت للجهاز بنفس الطريقه. لو انت عايز تعمل ابديت للجهاز، لو انت مثلا ما جالكش الابديت في الميعاد المناسب بتاعك، بتقدر تعمل الموضوع ده وتبص تلاقي الابديت الجهاز بتاعك حدث لوحده. النسخه اللي هتلاقي مكتوب عليها نسخه بيتا اوعى تنزلها، لان النسخه دي بتبقى لسه نسخه تجريبيه للمطورين. ما تنزلهاش عشان هتعمل لك مشاكل في تليفونك. هو اوتوماتيك الجهاز بيبقى محدد لك النسخه اللي انت المفروض تنزلها. نزل نفس النسخه دي. ركز معايا، اشترك في القناه وفعل الاشعارات. استناني الفيديو الجاي هعرفك ازاي تصلح البطاريه بتاعت تليفونك بنفس الطريقه بتاعت السوفت وير دي. برضه هتبقى الموضوع بسيط جدا، ولو بطاريتك نسبتها قليله هنقدر نرفعها من عن طريق نفس البرنامج. الفيديو ده ان شاء الله انا بجهزه وهنزله لك، ما تقلقش، محدش هيضحك عليك، وده عشان اللي اتكسر يتصلح.